السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ هانيين؟ مرحبا بكم في قناه ام معاد. اليوم ان شاء الله نحضر معكم الكيك اليومي، الكيك عادي. غادي ندير ليه واحد الاضافه ان شاء الله غادي يعجبكم. دابا ان شاء الله ندوزو المقادير والطريقه. عندي هنا واحد 6 ديال البيضات، كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال الزيت، واحد دانون او ياغورت بنكهه الفاني. عندي هنا واحد الرشه ديال الملحه، نحتاجو 3 ديال الخمارات، السكر فاني، الدقيق نحتاجو على حساب الخليط. دابا ان شاء الله ندوزو للطريقه. غادي ندير البيض هنا في الخلاط. تقدروا تخدموا غير بالخلاط ديال اليد، انا يدي كضرني كنفضل نخدموا بالخلاط الكهربائي، بهذا بالمولينكس يكون احسن. غندير السكر الفاني، هاد القبصه ديال الملحه، سكر سنيده. كيكه ساهله وكتجي زوينه بزاف، ان شاء الله تعجبكم. دابا غادي نضرب هاد المقادير هادو وغادي نكملوا ان شاء الله. دابا غادي نضرب هاد المقادير. بعد ما طربت هذاك السكر وسنيده، ضفت عليه الزيت حتى هو غادي نطربو شويه. دابا غادي نضيف دانون، نضيف الدانون حتى هو. غادي نحك واحد القشور ديال الحامضه، نسيت ما ذكرتوش لكم في الاول. غادي نحك واحد القشور ديال الحامضه حتى هو نديرو دابا، وعاد غادي نكمل معكم باقي المراحل. طربت هاد الخليط، دابا غادي نخويه في هاد المول. كيف ما كتلاحظوا كنطربوه مزيان حتى يتفتح اللون ديالو شويه. دابا غادي نبداو نضيفوه الدقيق، غادي نبداو نضيفوه الدقيق بشويه بشويه. الدقيق راه غربلته من قبل. كنضيفو الدقيق بشويه بشويه حتى كنتحصلوا على الخليط ديال الكيك العادي، ما تيكونش ثقيل وما يكونش خفيف. الاحسن ما نضيفوش الدقيق مره واحده، حنا كنضيفوه حنا كنخلطو باش هكا من نتحكموا حنا نتحكموا في الخليط. خصو شويه. هانتوما البنات، هذا هو الخليط اللي كنتحصلوا عليه، كنخليوه خفيف شويه. صافي هانتوما كيف ما كتلاحظوا ما كيكونش ثقيل وما يكونش خفيف. دابا البنات غادي ندير واحد المعلقه ديال الخل. الخل دائما كنخليوه اخر حاجه، كيخلي لينا الكيكه تكون خفيفه بزاف.
البنات الاضافه اللي قلت لكم عندي باش كتبقى الكيكه رطبه، واخا تجلس معنا حتى اليومين ولا 3 ايام كتبقى رطبه بزاف، كتجي الكيكه رطبه بحال مسقيه. غادي ناخذ واحد البنانه، خديت انا واحد البنانه كبيره، غادي نمعسها هكا بالفرشيطه مزيان، وغادي ندير عليها واحد العصره خفيفه ديال الحامض، غير واحد شويه، صافي. غادي نمعسها مزيان بالفرشيطه، وغادي نضيفوها للكيكه من بعد ان شاء الله. انا غندير نمعسها باش ما نطولش عليكم، وغادي نرجع من بعد. لاحظوا البنات بعد ما معست هاد البنانه مزيان، دابا غادي نضيفها للخليط ديال الكيكه. صراحه غير جربوها البنات، هاد الطريقه راه كتجي صراحه كيكه يوميه عاديه، ولكن كتجي بهاد الاضافه ديال البنان، كتجي صراحه غزاله والله. يعني واخا الكيكه تتجلس لنا حتى 3 ايام كتبقى ديك الكيكه رطبه بحال سقيناها بشي سيروب. غنخلطها دابا غير هكا تنسجم ليا مع الخليط وصافي. صافي دابا البنات غادي نجيب المول اللي غادي ندير فيه الكيكه. واحد الملاحظه، انا درت 6 ديال البيضات حيت عندي المول ديال الكيكه كيف ما كتلاحظوا راه كبير بزاف. الا بغيتو ديروا غير المول هذاك من الحجم الصغير تقدروا ديروا من 3 ديال البيضات حتى ل 4. انا هذا المول عندي كبير بزاف، هذاك الشيء علاش. بسم الله. البنات دابا غادي ندي الكيك ديالي للفران. الفران راه مازال بارد، غادي نحط الكيكه في الفران عاد غادي نشعلو. نديرو على درجه الحراره 180 اللي عند الفران ديال الضوء، كنشعلو عليه غير من التحت. غادي ندير تحتها الطاوه ديال الحلوه، غادي ندير فيها هذا المول، عاد غادي نشعل الفران. اللي عندها الفران العادي ديال البوطه تقدر تشعلو غير من التحت على عافيه مهيله بزاف، وتخلي الكيكه عادي ديالها حتى طيب وتهبطها تحمر لتحت. دابا انا غادي نديها طيب وغادي نتلاقاو من بعد ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا. راه هي طابت، غنتسنى عليها حتى تبرد شويه وغادي نقلبها ان شاء الله، وغادي نقطعها لكم باش تشوفوها من الداخل كيفاش كتجي. كما كتلاحظوا راه كتجي خفيفه بزاف. هانتوما عرفتي على ريحه عاطيه ديال هذاك الحامض مع الفاني مع هذاك البنان اللي درت ليها، عطيه واحد الريحه زعما صراحه تمنيت كنتو حدايا. انا نتسنى عليها حتى تبرد شويه البنات، وغادي نشوفها ان شاء الله في طبق التقديم. دابا البنات غادي نقلبها. هانتوما راه ما كتلصق ما والو. هانتوما البنات كيفاش كتجي. غنتسنى عليها حتى تبرد شويه ان شاء الله، وغادي ندهنوا ليها الوجه ديالها بواحد شويه ديال الكونفيتير، ونديروا عليها شويه الكوك ولا على حسب اللي بغيتو نتوما. البنات هذه هي الكيكه ديالي، كتبقى كيكه عاديه اقتصاديه تبارك الله. العيالات الحادقات راه كلشي كيعرفوا يديروا الكيكه، غير انا بغيت نشارك معكم هاد طريقتي في تحضير الكيك اليومي. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا في التعاليق كيفاش جاتكم. اللي باقي ما شاركتش عندي كنقول لها مرحبا بك، ضغطي على زر الاشتراك وفعلي الجرس باش توصلي بكل جديد. كنشكر البنات بزاف، البنات اللي كيدعموني وكيكتبوا لي التعاليق الزوينه، شكرا لكم بزاف على يخطيكم. بكم ان شاء الله غادي نستمر. دابا ان شاء الله غادي نشوفوا الكيكه من الداخل كيفاش كتجي. ها انتم البنات كتجي كيكه رائعه. عرفتي واخا تجلس حتى 3 ايام كتبقى بحال دايرين ليها شي سيرو، كتجي واعره، كتجي فنه صراحه. كنتمنى تجربوها. كيكه اقتصاديه يعني باضافه خفيفه كتعطينا واحد الفرق هكا في الكيك اليومي ديالنا العادي ديال كل نهار.
دابا ان شاء الله نخليكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، حتى الفيديو اخر ان شاء الله.